السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهاردة إن شاء الله هنعمل الكابوريا الصغيرة دي. وأنا هوريك الفرق بين الأنثى والذكر. هنا حبيبتي اللي في ايديا دي الأنثى، والتاني ده الذكر. طب هتعرفيه ازاي او هتفرقي بينهم ازاي؟ بمنتهى البساطة كده عشان محدش يضحك عليكي، عن طريق المثلث اللي في بطنها من تحت. انا هعدلهم لك دلوقتي وهوريك. هو ده المثلث بتاعه بيبقى صغير شوية او على ضيق. ده اللي انا بشاور عليه ده هو الواسع، المثلث الواسع ده الانثى، وده الذكر. تمام اهو. شايفه الفرق؟ اديني وضحتهم لك جدا اهم، واضحين جدا جدا قدامك. ايه الفرق بين ده وبين ده؟ ان الانثى بيبقى فيها بطروخ وبتبقى لحمها اكتر من لحم الذكر. وشايفه في الحجم. بس انا جايبه الكابوريا صغيره اللي لقيتها عند الراجل. تمام. وكل واحد يا جماعه على قده، في الأكبر في الأصغر في المتوسط، اللي نفسك تجيبه وإمكانياتك إيه تجيبيه. أهو شايفة، أديني بوريك أهو. ده الجزء ده كله بيتشال عشان الرملة اللي بتبقى فيه، احنا ايه بنشيله. وبتنضفيها بالفرشة زي ما انت شايفة كده. الفرشة الصغيرة دي فرشة السمك اهي. في ناس بتستعملها للأسماك يا جماعة، وفي ناس بتستعملها للتنظيف الحاجات الدقيقة كده في المواعين أو كده، على حسب ارتياحك وحسب استعمالك. اديني اهو بشيل الجزئين دول عشان ايه ننضف بقى الكابوريا بتاعتي بالشوكة كويس، سوري، بالفرشة كويس قوي قوي يا قلبي. تمام. عشان تاكلي اكل نضيف وزي الفل، وتغسليها مرة واتنين وتلاتة. وانا هوريكي في الفيديو ازاي تعمليها وازاي تبقى طرية معاكي. والجوسي اللي هو اللي بيطلع منها ازاي بيبقى طري كده وحلو وابيض. تمام. انا هنا حطيتها بقى في مصفى. تغسليها مرة واتنين وتلاتة، وبيبقى فيها كده بعض الحشائش اللي هي البحرية كده، تشيليها منها بالراحة. تمام. وتنضفيها كويس قوي. اديني بوريها لك اهي، ان حجمها صغير الحمد لله. دي تقريبا هو كان بيقول لي ب30 وانا خدتها منه ب25. الكلام ده كان بقاله فترة. وانا كنت شارياها منه. تمام اهي قدامك اهي زي الفل. تغسليها مرة واتنين وتلاتة. انا هنا عندي بصلاية هتبلها نص تتبيلة كده، وهقوم حاطة فيها ايوه الكابوريا اللي احنا غسلينها ومنضفينها كويس جدا جدا عشان الرملة اللي جواها يا جماعة. رجاء تغسليها كويس قوي قوي عشان حبيبات الرمل دي ما تبقاش ليكي في قلب الخلطة بتاعتها، ويبقى طعمها مش كويس طبعا. والحاجات البحرية دي بقى ليها علاقة بالفوسفور بقى وفيتامينات، وشوفي يعني كل الكلام الحلو فيها. طيب هتعرفيها استوت من ايه لما لونها يتحول للون البرتقاني. انا هنا حطيت التوابل بتاعتي، عندك مكعب مرق حطي، الكمون، البهارات بتاعت السمك بتبقى فوق الروعة. وهحط لها بقى هحط لها شوية لبن. في ناس بتحط لها اللي هي الكريمة الطبخ، براحتك خالص. انا على قد امكانياتي بتصرف نفسي. تمام. وتظبطي بقى. عندي هنا شوية اللبن بوريهم لك اهو. دي هتدي طراوة كده للكابوريا. والسلام عليكم ورحمة الله.